اول حاجه انا بقى هعمل، اول حاجه هنعملها تفريزات الطماطم. الصلصه دي جميله جدا جدا، والطريقه دي سهله وبتديكي كميه حلوه قوي قوي. اتمنى ان هي تعجبكم. انا جايبه هنا بصراحه الطماطم ب2 جنيه وب3 جنيه. انا جايبه 20 كيلو طماطم، ما شاء الله اللهم بارك. فغسلها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. فانا جبت الكميه دي، قلت نلحق نعملها بقى، احنا بنحتاجها في العزومات بقى ومحاشي، وهتقعد معايا بعد رمضان مش لرمضان بس. تمام. جبت بقى ال20 كيلو طماطم ما شاء الله، غسلتهم كويس جدا تحت الحنفيه. وبعدين جبت حله، هبدأ انزل بالطماطم في الحله. بصراحه انا هنا كنت بقطعها، فامي ربنا يبارك لي فيها قالت لي لا ما تقطعهاش، ما تقطعيش الطماطم، حط الطماطم سليمه زي ما هي وهتطلع معاكي كويسه جدا، مش هتطلع وحشه خالص. تمام. وما تقعديش تقطعي، لسه هتقعدي تقطعي ده كله. شوفي ما شاء الله الطماطم حلوه قوي قوي، عامله زي التفاح، جميله جدا. وبصراحه لونها طلع زي، مش زي، كمان احلى من الصلصه اللي احنا بنشتريها جاهزه من السوق. خلاص. هنا بقى انا بوريكم، كان في فلافلتين، واحده لونها اخضر وفي واحده لونها مصفر كده، حطيتها برضو مع الطماطم وهي بتتسلق. بصراحه اديتها طعم وريحه جميله جدا جدا، هتعجبكم برضو. لو انت عندك فلافلايه، طبعا عندنا مفيش بيت بيخلى من الفلافله، ممكن تحطي فلافلتين وانتي بتسلقي الطماطم. طبعا انا احتاجت حله تانية، بس ما شاء الله بعد ما بتبدا تتسلق والميه بتاعتها بتقل، حطيتهم كلهم في حله واحده. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين، بنزل الطماطم في الحلل بتاعتي علشان اوديها على البوتاجاز. مش الميه بقى في تركايه مهمه عايزه اقولك عليها. عيار الميه، ما تحطيش ميه كتير. يعني احنا دلوقتي نزلنا بالطماطم في الحلل بتاعتنا، هننزل بكوباية مية. هتشوفوني دلوقتي وانا بحطها، هي كوباية مية بس مش اكتر، لان الطماطم بتاعتي طردت مية كتير، وانا عايزاها تكون فيها المية قليلة علشان تبقى زي الصلصة، سمكها تخين حلو قوي. اهي زي ما انتوا شايفين كده الطماطم بتاعتنا. هنجيب عيار المية بتاعنا وهحطه معاكم اهو، شايفين اهي كوباية مية. مش هحط اكتر من كده علشان بتطرد مية كتير، وطبعا مش هنستهلك غاز اكتر. فانا حطيت كوباية المية، وديت الحلة على النار، سبتها تتسلق 3 ساعات او ساعتين حسب الكمية اللي انت هتعمليها. سبتها تتسلق الكمية دي كلها زي ما انتوا شايفين كده. قبل ما هضربها في الخلاط ليه، او تضربيها بالهاند بلندر، علشان انا ما غلتهاش على النار بعد ما ضربتها في الخلاط. دي بقى كان شكل الطماطم بتاعتي تاني يوم. انا سبتها لتاني يوم طبعا لحد ما هدت وبردت علشان اقدر اضربها في الخلاط بتاعي. ما شاء الله كمية كبيرة، ما عرفتش اضربها بالهاند بلندر في الحلة، فانا حطيت شوية بشوية في دور الخلاط بتاعي وشغلت الخلاط عليهم، وطلعت لي قوامها كريمي حلو قوي، وسمكها تقيل ما هياش خفيفة، جميلة جدا. شايفين اهي. وعلى فكرة ما صفتهاش، يعني اللي انت مثلا هتسلقيها نص ساعة او اقل من ساعة لازم تصفيها بالمصفى. اما اللي انا عملتها وسبتها على النار ساعتين 3، ما احتاجتش خالص ان انا اصفيها. ليه؟ كانت الطماطم كلها اتسلقت وشربت ميتها وادتني قوام حلو، وما كانش فيها بصوا ولا بذرة طماطم ولا قشر طماطم ولا اي حاجة خالص. ما احتاجتش مني غير اني ضربتها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، ورجعت نزلت بيها في الحلة بتاعتي اهي. دي الكمية كلها. شايفين قوامها تقيل ازاي قدامكم؟ جميلة جدا، لونها حلو قوي، ريحتها حلوة قوي. يبقى التركاية المهمة تسلقيها
جدا جدا ساعتين. وبعدين نضربها في الخلاط ونحطها في الحلة. في تركاية بقى مهمة برضو في صلصة الطماطم، هنيجي على وش الحلة كده وهنحط شوية زيت. شوية الزيت دول بيحفظولك الصلصة في الفريزر، ما بيخليهاش لا ريحة ولا لون. بصي بتبقى ريحتها كأنك عاملاها دلوقتي، جميلة جدا. التركاية مهمة، شوية الزيت على وش الصلصة وتسيبيها على النار علشان الزيت يدخل جواها. تسيبيها على النار هي ربع ساعة بس وتفيت عليها، ما غلتهاش بقى لا ساعتين ولا حاجة. شايفين قوامها عامل ازاي؟ سبتها لما بردت خالص وجبت اكياس تلاجة وبدأت اعبي الصلصة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لا هتحتاجي مصفى وتتعبي في تصفيتها، ولا هتحتاجي تغليها على النار بعد سالقها وضربها في الخلاط. كل ده بنعمله ما بياخدش في ايديكي يعني ساعتين. طبعا انا بيتها تاني يوم علشان تبرد واقدر، احنا الجو برد مفيش مشكلة ان احنا سيبناها تبرد لان هي كانت سخنة جدا، فما كنتش عارفة ان انا اضربها في الخلاط وهي سخنة قوي. ما انا سبتها ساعتين على البوتاجاز، فسبتها لتاني يوم عما بردت. وبعدين بدأت اضربها في الخلاط وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وادتني كمية كبيرة حفظتها في الفريزر تقعد معايا رمضان والبعد رمضان ما شاء الله اللهم بارك. واحلى صلصة تعمليها من ايدك، طريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة خالص وعلى قد الايد، وب2 جنيه طماطم وب2 جنيه نطلع احلى برطمان صلصة. تمام كده زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين اكياس الصلصة بتاعتي؟ على فكرة الكيس ده يعني يكفيني في عزومة واكتر، بس انا عامله كميه كده علشان امي ربنا يبارك لي فيها بقى بتعزم اخواتي. انا عامله مع امي الطماطم فهتعزم اخواتي بقى وهتعمل اكلات كتير، فالكيس على قد العزومه وهيديني كميه كبيره. شايفين شكله عامل ازاي؟